اللبنانيين واللبنانيات نزلوا الشارع يعملوا ثورة، وده بسبب الزبالة اللي في بلدهم. لحد هنا وكويس. احنا كمصريين ردود فعلنا للموضوع اختلفت شويتين، بس اللي ظهر على الساحة هو رد الفعل اللي عينه زاغة حبتين، وساب الزبالة في لبنان وبص للنسوان. وطبعا دي حاجة ما كانتش ينفع تعدي على كابتن إبراهيم سعيد أبدا. فجأة الموضوع قلب بخناقة بين لبنانيين ومصريين على السوشيال ميديا. انتوا ما عندكوش رجاله؟ ثورة بالمايو. انتوا نازلين سهره ولا حاجه؟ للاسف هيدي كومنت يعني قريناهم على صفحات التواصل الاجتماعي. حابة أرد عليهم وأقول لهم إحنا مش هنتكلم، ومش هنتكلم على الرجالة اللبنانية اللي هي أصلا مش رجالة، وهم عارفين إن الرجالة اللبنانية أصلا زيهم زي الستات. يعني انتوا عاملين فيديو بنتين ومكلفين نفسكم عشان كومنت قريتوه؟ ايه التفاهة دي؟ الموضوع دخل في مرحلة السخافة، وبدل ما نسأل عن مصير مظاهرات لبنان وهل الثورة نجحت في القضاء على الزبالة ولا لا، بقى في وجهة نظر مسيطرة على حسابات المصريين على السوشيال ميديا.